اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وهنا يا رب. تعالوا بقى نشوف عملت أكل ايه قبل الوقفة بيوم. هعمل معاكم فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في أي بيت، ومش هنصعب على نفسنا حاجة خالص. خلاص، عندي فرخة بقى كده مقطعاها شيش. انا بحب اقطع الفرخة شيش، انتوا ممكن تقطعوا الفرخة 4 تربع، بس انا بحب اقطعها شيش. تعالوا بقى نشوف التتبيلة السهلة بتاعتنا دي عبارة عن ايه. طبعا كنت غسلت الفراخ كويس جدا. بعد كده بجيب بقى بصل. انا عايزه البصل ناعم جدا، مفروم ناعم قوي قوي زي ما انتوا شايفينه كده، ناعم جدا جدا، يعني التفل يبقى ناعم خالص. وكمان بقى عندي طماطمايه حلوه كده مبشوره، بتدي طعم حلو قوي الطماطمايه في الفراخ المشويه. وكمان عندي لبن رايب، ممكن لبن رايب وممكن زبادي، مش هنكتر. بس صراحة اللبن الرايب او الزبادي بيدي طراوة حلوة قوي للفراخ. ممكن بدل ما تستخدموا لبن رايب زي ما انا عملت، تجيبوا زبادي، علبتين زبادي وتستخدموا كده، ماشي وكده ماشي. خلاص، تعالوا بقى نشوف حاطين ايه كمان. حطيت بقى فلفل اسود وكزبرة ناشفة وملح، وكمان احط توابل فراخ، ومكعب بقى مرقة كده فورية بيدي طعم حلو قوي. خلاص، ودي التتبيله بتاعتنا، شفتوا سهله وبسيطه ازاي. هنديها بقى تقليبه حلوه كده. انا عملت الفراخ دي التتبيله يعني قبل ما اعمل الاكل بيوم. يعني انا بحب ان انا اعمل الفراخ اتبلها، سواء بقى مشويه او سواء في الفرن. بحب ان انا اتبلها قبلها بيوم. انتوا لو مستعجلين هتعملوها قبلها بساعتين 3 كده، بس ما تعملوش يعني الفراخ وتخلصوا وتعملوها على طول، لا مش هتدي طعم حلو. يعني هتبقى حلوة بس التتبيلة مش يعني واخدة حقها قوي. خلاص، كنت ناسية بقى ان انا اعصر كده ليمونة حلوة برضو كده، عندي ليمونة كبيرة عصرتها قبل ما ادخلها في التلاجة. خلاص، وبعد كده بقى هدخلها في التلاجة تتبل براحتها. اهم حاجة يا حبايبي ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. كان بقى في بذرتين كده شلتهم بالمرة، واديتها بقى تقليبة كده، وهسيبها بقى في التلاجة. تغطوها بقى بأي حاجة عندكم، استرتشراب او غطا او اي حاجة، وتدخلوها في التلاجة. خلاص، بعد كده بقى يا حبايبي هنا بقى كان تاني يوم عشان بقى احضر الاكل. طلعت الفراخ، خدت بقى التتبيلة وبقت طرية وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنجيب اي صينية، وهنبدأ بقى ان احنا نصفي الفراخ من التتبيلة دي. احنا خلاص بقى كده الفراخ عندنا اتبلت واخدت حقها كويس جدا، فخلاص هنصفيها بقى من التتبيلة دي، مش محتاجين التتبيلة دي تاني ابدا. ببدأ بقى ان انا ارص في الصينية كده. انا بصفيها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا ارص كمية الفراخ كلها اللي عندي في الصينية. خلاص بقى هنا كده كنت رصيت الفراخ كلها. هبدأ بقى ان انا احطها في الفرن، وكمان بقى حاطه فحمة كده على البوتاجاز. واول ما الفحمة كده بتستوي عندي تولع يعني، ببدأ بقى ان انا سلوفانة كده احطها في نص الصينية، واحط عليها الفحمة، وبننزل بنقطتين زيت كده عشان تاخد ريحة الحلو. عملت بقى كمان طبق سلطة وسلطة طحينة ومخلل. كمان بقى عندي العيش كمان. وكانت اكلتنا النهارده، وصدقوني التتبيله دي تحفه، ما تنسوش تجربوها. لو جربتوا التتبيله دي مش هتندموا ابدا، هتفضلوا تعملوها بالطريقه دي دايما. وبس كده يا حبايبي، وصلت معاكم لاخر الفيديو.